السلام عليكم. اليوم سأحضر معكم طاجين مغربي تقليدي أصيل بسرعة وسهل في ربع ساعة فقط. سنحتاج القليل من زيت الزيتون، بصلتين صغيرتين أو بصلة كبيرة مقطعة شرائح. أنا استعملت هنا بطاطا كبيرة وبطاطا صغيرة، بإمكانكم أن تستعملوا أكثر أو أقل حسب الطاجين اللي عندكم. بعدها غادي نضيف الكفتة أنا استعملت هنا كفتة الدجاج فقط ربع كيلو. غادي نصايبهم بهذه الطريقة، نقطعهم إلى دوائر البطاطا والكفتة، ونقوم بتشكيلهم بهذه الطريقة على حسب الشكل اللي بغيتو. وبعدها غادي نصايبوا التوابل. هنايا انا بقات لي شويه ديال البطاطا درتها في الوسط، ودرت فوق منها هذاك البقيه ديال الكفته اللي بقات عندي. هنايا غادي نصايبوا التوابل في اناء، غادي نديروا القليل من الماء ومركز الطماطم. بامكانكم ان تستعملوا الطماطم الطبيعيه، انا ما توفرتش عندي داكشي علاش. والتوابل اللي كتبغيو. انا هنا استعملت الابزار تقريبا نصف ملعقة صغيرة، أقل من نصف ملعقة صغيرة، والكركم نصف ملعقة صغيرة، والزنجبيل المطحون تقريبا ملعقة صغيرة إلا ربع، وملعقة كبيرة من القزبر، وتقدروا تستعملوا القزبر والمعدنوس بجوج، ودرس ثوم واحد محكوك. غادي نغطيوه وغادي نخليوه تقريبا 10 دقائق. وبعدها غادي نجيو، انا هنايا لقيتو باقي فيه شويه ديال الماء، وزدت واحد 5 ديال الدقائق. هذا الطاجين يكفي لشخصين او 3 اشخاص. هنايا راه كنطاب تقريبا ربع ساعه حتى لثلث ساعه بالكثير، وكانت النار هادئه جدا 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 بحال الشمعه. وهنايا غادي نضيف الزيتون، طبيعه الحال اختياري، الطعم ديالو كيجي طبيعه الحال رائع بزاف وسهل، وتقدروا تستعملوه في الفطور ديال رمضان ولا في الغداء هكا ولا عشاء، على حسب كل واحد وشنو بغى. كيجي زوين بزاف وكيجي المذاق ديالو رائع وسهل. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك، وشكرا.